تخيل كده واحد شغال في شركة وقاعد في مكتبه وقاعد بيشوف شغله ومفيش أي مشكلة، ومرة واحدة التليفون اتصل بيه من المدير بتاع الشركة قال له تعالى حالا دلوقتي بسرعة أنا عايزك. الشخص ده هتلاقيه ماشي طول الطريق لحد ما يوصل للمدير بتاعه، مع ان الخطوة صغيرة جدا، بس قاعد طول الطريق ده مكتئب وعمال بقى بيفكر ده اكيد هيسمعني كلمتين، ويبدأ يمر الشريط والاسود كله في دماغه. ده اكيد عشان الغلطة الفلانية اللي عملتها، ده اكيد مش عارفة هيديني جزا، ده اكيد هيخصم لي من المرتب. ويفضل الدقيقتين اللي هو طالع فيهم لحد المكتب كمية أفكار سودة عمالة بتيجي في دماغه، مخليه إن هو خلاص هيروح ينتحر، ده هيرمي نفسه من فوق الشركة دلوقتي على طول. ده بكل بساطة ده غلط في التفكير أو تشوه في التفكير اسمه الكاتاستروفينج، أو بمعنى أصح الناس اللي بتقدر البلاء قبل وقوعها، أو إن التفكير بتاعهم كارثة، ودايما خلاص يعني شايفين إن العالم كله أسود وإن في كارثة لازم هتحصل. الناس دي بتبقى قاعدة في مكان رايق وجميل وكل حاجة، بس بسبب فكرة في دماغهم يبدأوا يبنوا عليها تصورات وخيالات جوه دماغهم، ويشوفوا إن الدنيا سودة، ويبدأوا يحطوا سيناريوهات كتير قوي قوي قوي، وقاعدين مكتئبين على افتراض في دماغهم وحاجة لسه هتحصل مفيش عليها أي دليل، بس بيبقوا قاعدين عايشين في مكان رايق أو قاعدين في مكان كويس، وعمالين بيتخيلوا حاجات معلهاش أي دليل وافتراضات كتير بتدخلهم في مود اكتئاب. هو مفيش أصلا أي حاجة، كلها افتراضات في دماغهم. زي مثلا لما تيجي تتصل بحد وتلاقيه ما بيردش عليك، خلاص ده اكيد بيخوني. اللي بيعملوا كده البنات طبعا، الرجاله احنا زي الفل. او الناس مثلا اللي خايفه تتجوز لان بيقول لك انا اللي بيتجوزوا كلهم دايما بيفشلوا، وان الحياه سودة والاقتصاد والبلد بتوع والكلام ده كله. الناس دي دايما شايفه ان في عقبه هتحصل كده كده هتوقف الحاجه اللي هم عايزين يوصلوا ليها. والناس دي مش نوعية ناس أو فئة ناس، لا ده غلط في التفكير. خليك عارف إن الغلط اللي في التفكير ده ممكن يحصل لك أنت، ممكن يحصل لنا كلنا. أكيد في موقف مر عليك حصل لك الموضوع ده. ده ما بتبقاش حاجة في شخصيتك أو دي صفة في شخصيتك، ده بيبقى مجرد غلط بس في التفكير، محتاج طريقة علاج معينة وتدرب نفسك عليها عشان الغلط ده ما يبدأش إن هو يحصل، فبالتالي إن هو يأثر على حياتك. تلاقي مثلا طالب في ثانوية يجيلك في شهر 3 يقولك أنا لسه في حاجات فايتاني، خلاص أنا كده الدنيا قفلت مني والسنة ضاعت ومفيش وقت خلاص، وأنا كده شلت وهسقط، ويا لهوي ده أنا هجيب درجة وحشة وأهلي هيقعدوا يعيطوا ومش عارف إيه. طب فين دليلك على الكلام ده؟ طب ما في ناس بدأت متأخر ووصلوا وجابوا مجموع والدنيا بقت معاهم كويسة. فين دليلك إن أنت لو بدأت دلوقتي ان انت مش هتوصل لاي حاجه ولا هتحقق اي حاجه؟ او فين دليلك ان المدير طلبك عشان ان هو يرفدك؟ ما يمكن طلبك عشان عايز يشكرك، ما يمكن طلبك عشان عايز يسالك مثلا في حاجه معينه في الشغل بتاعك. ليه دايما تفترض ان اللي بيطلبك ده دايما عايز يطلبك في كارثه، او ان دايما في كارثه لازم هتحصل لك؟ فليه تفكيرك متركز في الحته دي؟ ابدا من النهارده خليك عارف ان ده غلط في التفكير، وكده كده في فيديو خاص بالعلاج بتاع غلطات التفكير كلها هتبقى تشوفه. بس ابدا من النهارده حط دايما ان في احتمالات ممكن تحصل، مش لازم الاحتمالات كلها تبقى حاجه يعني دارك بلاك قوي كده وتقطيع شرايين. في احتمالات كتير جدا جدا ممكن تحصل غير الكوارث اللي انت عمال بتفكر فيها. طريقة التفكير دي للأسف من أهم أسباب الاكتئاب أو تقلب المزاج والخنقة والنكد وكل الكلام ده. فابدأ من النهاردة خليك عارف ان دي من أهم غلطات التفكير، ولما تحصل لك اعرف ان انت ده جرس انذار ليك كده، محتاج ان انت تتدرب ازاي تعالج النقطة دي.